جريمة بشعة أحداثها بتدور في مدينة الإسكندرية في محافظة بابل في العراق. المدينة دي معروف عنها إنها مدينة هادية جدا، حتى أيام الحرب في العراق كانت المدينة دي من أكتر الأماكن أمنا وأمانا، وده لأنها معروفة بحب الناس لبعضها وانتشار المحبة والتسامح. وكون إن المكان ده تحصل فيه جريمة بشعة زي دي اللي هنعرف تفاصيلها دلوقتي، ده خلى أهالي المنطقة يعيشوا في حالة خوف ورعب شديد، وحرفيا بيوت الناس بقت مقفولة عليهم وما بقاش عندهم ثقة في أي حد يعرفوه. اللي في الصورة دي ريتاج البديري، طفلة عمرها 9 سنين عايشة مع والدها ووالدتها واخواتها. ريتاج هي أصغر اخواتها. والد ريتاج كان متعلق بيها جدا وكان بيحبها أكتر حد في اخواتها. والد ريتاج ميسور الحال وبيساعد ناس محتاجة كتير وبيعطف عليهم، ده غير كمان إنه كان بيعمل رواتب شهرية للأرامل والمساكين. وفي يوم الثلاث بتاريخ 12/9/2023 اليوم ده الجو كان حر جدا ودرجة الحرارة فيه كانت عالية، وفجأة الكهرباء بتتقطع في المنطقة دي حوالي الساعة 2 الظهر. والدة ريتاج بتنادي عليها علشان تجيب تلج ومعجون من بيت جدها اللي ساكن جنبهم في نفس الشارع، وبالفعل خرجت ريتاج ومعاها أخوها الكبير وراحت على بيت جدها اللي بيبعد عن بيتهم حوالي 200 متر تقريبا. وبعدها بنص ساعة تقريبا يرجع الأخ الكبير لوحده من غير ريتاج، ولما والده ووالدته سألوه عن ريتاج قال لهم إنه سبقها وإنها المفروض جاية وراه. وبالفعل فضلت والدة ريتاج منتظرها ترجع لكنها ما رجعتش. في الوقت ده والد ريتاج بيتصل على الجد ويسأله عن ريتاج، ولكنه اتفاجئ لما قال له إنها خرجت من عنده هي وأخوها من حوالي ساعتين تقريبا. وساعتها أهل ريتاج نزلوا الشارع علشان يدوروا عليها في كل مكان لكن ما لقيوش لها أثر. الناس اللي في الحارة بتتلم وبدأوا فعلا يساعدوهم في البحث عن ريتاج، وتعدي ساعات في البحث المتواصل عن الطفل لكنهم ما لقيوش ليها أثر. والدة ريتاج ووالدها كانوا عايشين في حالة من الرعب والقلق على بنتهم إن ما سابوش مكان في المنطقة من غير ما يدوروا فيه. وبعد مرور 24 ساعة والد ريتاج بيبلغ الشرطة بتوصل بسرعة، وبالفعل بدأوا في تفريغ الكاميرات اللي في المكان، وفعلا شافوا ريتاج وهي رايحة لبيت جدها. لكن وقتها ما كانش فيه حاجة غريبة أو ملفتة لرجال الشرطة، وإن البنت كانت بتجري لحد ما وصلت لبيت جدها عادي جدا. وفي محاولة من أهل ريتاج إنهم يساعدوا رجال الشرطة بدأوا يعلقوا صور ريتاج في كل مكان في المدينة وينزلوا منشورات بصورها على الفيسبوك، واستمر الوضع ده لمدة يومين. الشرطة بتبحث في الكاميرات الموجودة في المكان، وأهل ريتاج بيوزعوا صورها في كل مكان عشان تسهل على أي حد إنه يتعرف عليها لو تايهة أو مخطوفة أو حاجة زي كده. في الوقت ده رجال الشرطة ما لقيوش دليل واحد يساعدهم في القضية دي، وكل لحظة بتعدي القلق والتوتر بيزيد والناس كلها مترقبة الوضع وخايفين إن البنت يكون جرى لها حاجة. وساعتها رجال الشرطة بيطلبوا من جد ريتاج إنهم يفتشوا بيوت الجيران، لكن الجد وقتها رفض وقال لهم إنه موجود في المنطقة دي من أكتر من 53 سنة، وإن أهل المكان دول كلهم أهله وجيرانه، وإنه مش شاكك في أي حد على الإطلاق. الشرطة وقتها ما اهتمتش بالكلام ده، وده لأن من الممكن إن أقرب الناس ليك يكون عدوك وأنت مش عارف. وبالفعل بدأت الشرطة تفتش في البيوت اللي في المنطقة كلها على أمل يلاقوا دليل يساعدهم في القضية دي. في الوقت ده قرايب ريتاج اللي من محافظات تانية جم يواسوا أهلها لما عرفوا الخبر، ولأن الجيران دايما لبعضها. واحدة اسمها نور ومعروفة بأم سجاد بتسيب مفتاح بيتها مع والدة ريتاج وعمتها وتقول لهم بإلحاح شديد إن بيتها جاهز لاستقبال الضيوف عندها في أي وقت. وللعلم أم سجاد دي جارة وصديقة مقربة لوالدة ريتاج، وكانوا بيعطفوا عليها علشان كانت ست فقيرة وما كانش عندها أي مصدر دخل. ده غير كمان إن والد ريتاج كان عامل لأم سجاد راتب شهري علشان يساعدها. أم سجاد فضلت مع أهل ريتاج من أول يوم اختفت فيه. المهم الشرطة في الوقت ده كانت لسه مكملة تفتيش في البيوت اللي في الحي، وأثناء التفتيش الشرطة والأهالي بيشموا ريحة دخانة غريبة طالعة من المنطقة، والدخان ده بيستمر لمدة ساعة أو 2 كل يوم في نفس الميعاد ويختفي بعدها. الشرطة وهي مكملة تفتيش في البيوت كانت عايزة تجمع معلومات عن أهل المنطقة بشكل أدق عشان تقدر تكمل تحرياتها في القضية. أهل الطفلة كلهم أجمعوا إنهم مش شاكين في حد ومفيش بينهم وبين حد عداوة توصلوا إنه يخطف بنتهم ريتاج. ضميرة عمة ريتاج الكبيرة اللي جت من محافظة تانية لما عرفت خبر اختفائها قلبها ما كانش مطمن للجارة أم سجاد لما شافتها لأول مرة وهي بتدور معاهم عن ريتاج. هي في الأساس ما تعرفهاش، لكن العمة ضميرة حست إن تعابير وشها باردة وإنها بتتصنع الحزن والقلق على البنت بطريقة أوفر. ده غير التوتر اللي كان باين على أم سجاد لما عرفت إن والد ريتاج بلغ الشرطة. ده غير كمان إن أم سجاد ما فرقتش الأهل لحظة من ساعة تغيب ريتاج، وكأنها بتراقب الموقف مش بتدور معاهم. في الوقت ده ضميرة بتقول لمامة ريتاج إنها مش مرتاحة لأم سجاد بسبب تصرفاتها الغريبة، ده غير الحاحة الغريبة عليهم علشان ياخدوا مفتاح بيتها، كأنها عايزة أي حد من الأهل يدخل البيت عندها بأي طريقة، على الرغم إنها شايفة إن بيت والد ريتاج واسع جدا وكمان يساع ضيوف أكتر من العدد اللي موجود. مامة ريتاج وقتها ما اقتنعتش بكلام عمتها ضميرة وقالت لها إن الست دي طيبة جدا وخدومة
في حالها وطول عمرها وهي ساكنه جنبهم، وعمرهم ما شافوا عليها حاجه مش مظبوطه. لكن العمه ضميره فضلت على موقفها وما كانتش مرتاحه للست دي لحد ما جه الدور على بيتها علشان يتم تفتيشه. وبالفعل الشرطه دخلت بيت ام سجاد. شكوك العمه ضميره في الجاره ام سجاد من اول يوم شافتها فيه ده خلى اهل ريتاج كلهم واقفين قدام بيتها وهو بيتفتش، والقلق مسيطر عليهم. اهل الطفله كلهم في الوقت ده كانوا حاسين بالامل والخوف في نفس الوقت. الامل انهم يلاقوا بنتهم اللي بيدوروا عليها من 3 ايام، والخوف انهم يلاقوها مقتوله او جرالها حاجه. في الوقت ده الجيران استغربت لما شافت اهل ريتاج واقفين قدام بيت ام سجاد بالذات اثناء تفتيش رجال الشرطه للبيوت. كان في علامات استفهام كتير حوالين الجاره اللي اتحولت فجاه من الجاره الصديقه اللي شاركت في البحث عن ريتاج لمحور الشك. وفي وسط المشهد ده رجال الشرطه بتخرج من بيت ام سجاد ومش معاها دليل واحد على ادانتها في القضيه، وما لاحظتش حاجه غريبه في البيت اثناء التفتيش تاكد شكوك الاهل في الست دي. وطلعت الشرطه وكملت تفتيش في باقي بيوت المنطقه. وبعد يومين من البحث عن ريتاج وقف الاب في وسط الحي ووشه اصفر وعينه متورمه من السهر والعياط، وينادي بصوت عالي على اهل المنطقه ويقول لهم اللي عنده بنتي سواء حيه او ميته يطلعها وانا والله مش هبلغ عنه. ساعتها الناس سكتت ومحدش رد عليه، لكنهم كانوا حاسين بكميه الوجع والالم المدفون جواه. قلت لهم اخوان اللي عدى بنتي ميته او عدله او مسوي لها شيء خلي يعطيها لاي واحد، اقسم بالله وانا معروف ما اثني حكايتي، معروف انا اموت وما اثني حكايتي، والله لا اشتكي عليه ولا قاعد اشهد. قبل ساعه الله. الشرطة وهي بتكمل تحرياتها مع أهالي المنطقة، بعض الأهالي قالت إنهم شافوا أم سجاد وهي بتتردد على أماكن لحرق النفايات 3 مرات في اليوم، ودي حاجة غريبة. ده غير إنهم ملاحظين إنها بتكون مرتبكة وبتتلفت حواليها كتير طول ما هي موجودة في المكان ده. وتدخل الشرطة لبيت أم سجاد لمرة تانية، لكن المرة دي بتدخل وهي معاها إذن تفتيش من النيابة وتفتش البيت كله. الشرطة لما خبطت على الباب فتح ابنها الكبير سجاد، ولما سألوه عن والدته قال لهم إنها سافرت لقرايبهم في محافظة تانية. في الوقت ده الشرطة أمرته إنه يتصل عليها علشان تحضر فورا، وبالفعل حضرت أم سجاد لكن بعد فترة قليلة حوالي ساعتين، في حين ان المسافة بين المحافظات ممكن تاخد مش اقل من 6 ساعات. في البداية ام سجاد رفضت تفتيش البيت بحجة ان البيت تم تفتيشه قبل كده، لكن الشرطة دخلت غصب عنها. الشرطة لما دخلت لقيت حلة ألومنيوم موجودة في الدولاب. الشرطة وقتها استغربوا هي الحلة موجودة في الدولاب ليه، ولما سألوها قالت لهم ان فيها طرشي. قال عمل لقوا سطلة بيضة، قالوا لها شنو هذا؟ قالت طرشي. ما قابلة تفتحها، واحد بيها قالها افتحيها بسرعة، فاتحتها والا عباره. وقتها رجال الشرطه فتحوا الحله دي ولقيوا فيها لحمه متقطعه لقطع صغيره، ولما سالوها عن اللحمه دي قالت لهم ان دي لحمه خروف. رجال الشرطه وقتها اخذت قطعه من اللحمه دي وبعتتها للمعمل الجنائي علشان تتحلل. الشرطه وهي بتفتش في البيت لقيوا كرتونه مقفوله في ارضيه الاوضه، ولما رجال الشرطه فتحت الكرتونه دي لقيت في قلبها اشلاء لجثه طفله متقطعه بطريقه بشعه. الجثه عباره عن هيكل متشفي، اللحم متقطع بطريقه تصدمك حرفيا، وعلى الفور رجال الشرطه بيقبضوا عليها. في الوقت ده اهل ريتاج كلهم كانوا مصدومين. اهل ريتاج كلهم كانوا في حاله صدمه ومش مصدقين ابدا ان الست دي هي اللي قتلت بنتهم، الست اللي بيتهم مفتوح ليها طول الوقت وبتقضي اغلب اليوم معاهم، الست اللي بيعطفوا عليها وبيصرفوا لها راتب شهري علشان يساعدها في مصاريفها هي واولادها. فعلا اتقي شر من احسنت اليه. دول حتى بيتها لان ما بي كل شيء كان فتشوا وشافوا ماكو شيء وطلعوا. سبحانك يا الهي. يعني دخلوا للبيت ما لقوا شيء دخلوا وطلعوا، بس مو تفتيش دقيق. مو دقيق لانه احنا ماكو شكوك، ما قلنا هذا البيت بيه شيء. فطلعوا. بعدين هذا الضابط اجى ثاني يوم بعد ان دقق الكاميرات من جديد. حلو. قال لكم مريه هيج تطلع، هيج 3 4 مرات تطلع والطوب شايفها بالكاميرات، وهذا البيت هو طقوا البيت لقوا الفيلم كله كان. وين ضمتها؟ ضمتها بالكنتو، شو اسمها جربايه كانت لها ابحتها وكان مكمله وحطتها جوا الكرتون ومغطيتها فوق قريوله. الشرطة لما قبضت على أم سجاد اعترفت إن هي اللي قتلت ريتاج، وبتحكي يوم الواقعة وبتقول إنها شافت ريتاج وهي راجعة من بيت جدها، فنادت عليها بحجة إنها جايبة لها لعبة هدية، وبالفعل ريتاج دخلت البيت علشان تشوف الهدية. ريتاج كانت مطمنة علشان الست دي جارة ليهم وصديقة مامتها، ده غير إنها معروفة كويس جدا في المنطقة. أم سجاد بتحكي وبتقول إن ريتاج لما دخلت البيت عندها وهي طالعة على السلم رجليها زلفت ووقعت على السلم وماتت في الحال، فخافت تقول لوالدها ووالدتها ما يصدقوهاش، عشان كده قطعتها وحرقتها. رجال الشرطة وقتها ما صدقوش الكلام ده، اللي
كان بيتنافى تماما مع تقرير الطب الشرعي اللي اكد ان ريتاج ماتت بسبب الخنق، وكمان كسر في الفك بسبب الضرب بآلة حادة، وبالضغط على ام سجاد بتعترف بالجريمه. وهنا تفاصيل قتل الطفله ريتاج حقيقي توجع القلب. المجرمه بتقول انها لما شافت ريتاج رايحه لبيت جدها فضلت مستنياها لحد ما ترجع. ريتاج وهي راجعه في الطريق ام سجاد نادت عليها علشان تدخل معاها البيت بحجه انها شاريالها لعبه. ريتاج لما دخلت البيت ام سجاد كتمت نفسها وربطتها بالحبل وخنقتها، وفضلت تخبط على راسها بالكوريك لحد ما ريتاج فقدت الوعي تماما. وعشان المجرمه دي تطمن ان ريتاج ماتت جابت شاكوش وفضلت تخبط على راس الطفله لحد ما كسرت الجمجمه تماما، وبعدها جابت السكينه والساطور وقطعت رجليها وايديها الاتنين، وقطعت اللحم لقطع صغيره، وفضلت تقطع في اللحم لحد ما شفت الجثه تماما وما تبقاش منها غير الهيكل العظمي، وده عشان تخفي الجريمه نهائيا. وكانت بتولع كل يوم في جزء من اللحم، وده يفسر ريحه الدخان الغريبه اللي كانت بتطلع من بيتها. وبعدها بتاخد الجزء المحروق ده وترميه في مقالب زباله متفرقه، واستمر الوضع ده لمده يومين. في الوقت ده ام سجاد خافت لا تتكشف وان الجيران يشكوا فيها، خصوصا ان ريحه الدخان اللي كانت طالعه من حرق الجثه كانت ريحتها قويه وغريبه جدا في نفس الوقت. علشان كده قررت انها تاخد باقي اللحم المتقطع وتحرقه في مقالب زباله بعيد عن بيتها. وبالفعل فضلت ام سجاد تحرق في اللحم المتقطع الباقي من الجثه في مقالب الزباله. الناس وقتها لما شافوها ما كانوش متوقعين ان اللي بيتحرق ده جثه الطفله ريتاج. في الوقت ده المعمل الجنائي اكد ان العينات اللي تم تحليلها هي للطفله ريتاج. النيابه امرت بدفن الباقي من جثه الطفله ريتاج. اهالي المنطقه كانوا في حاله من الغضب الشديد والحزن على الطفله ريتاج. واكيد انت بتسال دلوقتي عن السبب اللي يخلي المجرمه دي تقتل الطفله ريتاج بالطريقه البشعه دي، وكمان تمثل بجثتها وتحرقها بالطريقه دي. ام سجاد بتقول لرجال الشرطه ان سبب قتلها لريتاج هو الانتقام من والدها اللي كان في يوم شايل بنتها اللي كان عمرها 3 شهور تقريبا. وقتها البنت دي وقعت من ايده وماتت في الحال. علشان كده ام سجاد قتلت بنته ريتاج علشان تنتقم منه وتحرق قلبه زي ما حرق قلبها على بنتها الرضيعه. وبالفعل يوم 18 يناير 2024 حكمت محكمه الاستئناف في بابل على ام سجاد بالاعدام، وبكده تكون القضيه دي خلصت.